نروح بقى للصنف التاني وهو الميدودرين أقراص. والميدودرين بيحتوي على مادة فعالة اسمها برضه ميدودرين، والمادة دي بتتحول لحاجة اسمها ديسجلاي ميدودرين، ودي تعتبر الأكتيف فورم منها. المادة دي بتشتغل كألفا 1 أجونست، وبتعمل تنشيط للألفا ريسبتور أو مستقبلات الألفا، وده هيعمل على حدوث فازو كونستريكشن أو تضييق للأوعية الدموية، وبالتالي ده هيرفع من ضغط الدم. والميدودرين بينزل منه أقراص، وكمان بينزل منه نقط للشرب. بالنسبة لدواعي استعمال الميدودرين أو استخداماته، فهو بيوصف لعلاج الأورثوستاتيك هايبوتنشن، أو علاج انخفاض ضغط الدم الناتج عن تغيير وضع الجسم من الاستلقاء إلى النهوض. وطبعا يفضل عدم استخدامه إلا لو كان انخفاض الضغط بيأثر على النشاط اليومي للمريض. طيب يا دكتور، إيه هي الآثار الجانبية للميدودرين أو إيه هي أضراره؟ أول حاجة ممكن يسبب ارتفاع في ضغط الدم عند الاستلقاء، ممكن يسبب صداع ودوخة، بالإضافة إلى الشعور بالغثيان. كمان ممكن يسبب احمرار وحكة وطفح جلدي، وممكن يسبب إحساس بالقشعريرة أو الرعشة، بالإضافة إلى إنه ممكن يسبب له احتباس في البول، أو حتى ممكن يسبب له دخول حمام كتير. وفي ناس اشتكت من اضطرابات في النوم زي صعوبة النوم أو الأرق، وممكن يسبب جفاف والتهاب في بطانة الفم. طيب مين بقى الناس الممنوعة من استعمال الميدودرين أو إيه هي موانع استعماله؟ طبعا في حالة وجود حساسية من المادة الفعالة الموجودة فيه، وبرضه الناس اللي عندها ارتفاع في ضغط الدم أو مشاكل في القلب والأوعية الدموية، وكمان في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية أو الهايبرثيروديزم. كمان ممنوع في حالة زيادة ضغط العين الجلوكوما أو وجود ضعف في الرؤية بسبب السكر، وبرضه ممنوع في حالة وجود مرض كلوي حاد، أو حتى في حالة وجود تضخم في البروستاتا. كمان ممنوع في حالة وجود ورم في الغدة القذرية. أما بالنسبة للحمل والرضاعة فلازم استشارة الطبيب المعالج قبل الاستخدام. طيب إيه هي جرعة الميدودرين أو طريقة استعماله؟ جرعة البداية بتكون قرص بتركيز 2.5 مللي جرام كل 8 ساعات يوميا، والجرعة ممكن توصل لحد 4 أقراص بتركيز 10 مللي جرام كل 8 ساعات يوميا. لكن خد بالك إنك ما تاخدش آخر جرعة قبل النوم، وتفصل بينها وبين النوم ب4 ساعات على الأقل، وده عشان ما يسببش ارتفاع في ضغط الدم عند الاستلقاء.